السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيتابعونا على قناتنا. احنا النهاردة في الفيديو بتاعنا هنحل معاكم التقييمات الأسبوعية للأسبوع الثالث على الدرس بتاعنا اللي هو بيتكلم عن مظاهر سطح قارة إفريقيا. طبعا دي التقييم، احنا زي ما عودناكم احنا مش بنحل بس التقييم الأسبوعي، احنا بنحل معاكم كمان الثلاث ورقات. هم أصلا اللي بينزل لكم 3 ورقات: ورقة عمل الحصة، وعندك كمان واجبات منزلية، وتالت ورقة هي التقييم الأسبوعي. نبدأ كده مع بعض نحل أول ورقة معاكم وهي ورقة عمل الحصة. بيقول لك السؤال الأول: اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ أمام ما يناسب العبارات الآتية: تنحدر هضبة البحيرات الاستوائية من الشمال إلى الجنوب. العبارة خطأ. رقم 2: يمتد الأخدود الإفريقي العظيم في غرب قارة إفريقيا. العبارة خطأ. رقم 3: تكونت جبال كينيا وجبل كلمنجارو نتيجة الثورانات البركانية. العبارة صواب. يبقى العبارات الثلاثة: أول واحدة غلط، 2 غلط، 3 صح. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. توجد هضبة الشطوط في دولة نيجيريا ولا مالي ولا الجزائر ولا أنجولا؟ طبعا هضبة الشطوط توجد في دولة الجزائر. رقم 2: تعد بحيرة فيكتوريا أحد البحيرات العذبة الموجودة بهضبة البحيرات الاستوائية ولا الحبشة ولا الجنوبية ولا شمال أفريقيا؟ بحيرة فيكتوريا. طبعا دي عندنا بيعتبر بحيرة فيكتوريا دي من الموجودة بهضبة البحيرات الاستوائية. اللي بعدها عندنا رقم 3: استعن بالخريطة لتعرف أي من الدول الآتية التي توجد بها واحد الجوف. موزمبيق ولا جيبوتي ولا ليبيا ولا تشاد؟ طبعا دولة ليبيا. السؤال الثالث: بما تفسر تعد هضبة الحبشة المنبع الموسمي لنهر النيل بسبب سقوط الأمطار الصيفية، لأنها بتسقط في موسم واحد فقط اللي هو موسم الصيف. ما النتائج المترتبة على: يعد جبل كلمنجارو أعلى قمة جبلية في أفريقيا، أدى ذلك أن غطى قمته الجليد. رقم 3: بما تفسر تعد هضبة البحيرات الاستوائية المنبع الدائم لنهر النيل، دي بسبب سقوط الأمطار الغزيرة طوال العام. رقم 4: حدد الأثر الناتج عن ارتفاع قمة جبال دراكنزبرج في جنوب إفريقيا. طبعا دي أدى إلى تنشيط السياحة، وأصبح يوجد بها أنواع مختلفة من السياحة زي سياحة التزحلق على الجليد. ده بالنسبة للورقة الأولى. طبعا زي ما قلت لكم الورقة دي أسئلة المعلم بيعملها مع الفصل، مع الطلاب داخل الفصل. يعني هو المفروض المدرس بيحل الأسئلة مع الطلبة داخل الفصل. طب بالنسبة للورقة التانية اللي احنا هنوضحها لكم دلوقتي، الورقة دي بتبقى عبارة عن واجبات منزلية، والطالب بيحلها والمدرس بيتابع حل الواجب ده معاهم. طب تعالوا كده معايا بالنسبة للورقة التانية وهي الواجبات المنزلية. بدأت اهي، تمام، هتظهر معاكم دلوقتي. ايوه، بالنسبة بقى لورقة اللي هي الواجبات المنزلية بيقول لك نبدأ كده في حلها. السؤال الأول بيقول لك اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. يعد البحر المتوسط وخليج السويس أجزاء من الأخدود الإفريقي العظيم. العبارة خطأ. تعد الصحراء الكبرى بهضبة شمال إفريقيا أكبر صحاري العالم. العبارة صواب. رقم 3: تقع هضبة البحيرات الاستوائية في غرب قارة إفريقيا. العبارة خطأ. رقم 4: جبل شايب البنات في مصر أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال البحر الأحمر. العبارة صواب. يبقى العبارات رقم 1 خطأ، 2 صح، 3 خطأ، 4 صح. السؤال الثاني: بما تفسر تمتاز هضبة الحبشة بخصوبة تربتها، دي بسبب الطفوح البركانية. ما النتائج المترتبة على سقوط الأمطار على هضبة البحيرات الاستوائية طوال العام؟ أصبحت المنبع الدائم لنهر النيل. السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1: يعد منخفض القطارة أحد مظاهر السطح في هضبة الحبشة ولا شمال إفريقيا ولا البحيرات الاستوائية ولا الشطوط؟ طبعا هنختار شمال إفريقيا. رقم 2: تنحدر الهضبة الجنوبية بشدة نحو السواحل الشرقية ولا الغربية ولا الجنوبية ولا الشمالية؟ طبعا هنختار الشرقية.
رقم 3 يوجد جبل طوبقال في دولة أفغانستان ولا المغرب ولا نيجيريا ولا موريتانيا؟ طبعا جبل طوبقال دي في دولة المغرب. رقم 4 أحد الجبال الالتوائية، جبل البحر الأحمر ولا كلمنجارو ولا الكاب ولا كينيا؟ طبعا هنختار جبل الكاب، لأن البحر الأحمر دي جبال انكسارية، كلمنجارو ده ناتج عن الثورانات البركانية، كينيا برضو نتيجة الثورانات البركانية. يبقى ما عدا جبل ايه؟ جبل الكاب بيعتبر جبال التوائية. دي بالنسبة للورقة التانية وهي عبارة عن واجبات منزلية. طبعا كلنا عارفين بقى ندخل للأهم وهي الورقة التالتة اللي هي عبارة عن تقييمات أسبوعية. طبعا التقييم الأسبوعي زي ما قلت لكم احنا بنتقيم على الدرس بس اللي انت أخدته خلال الأسبوع ده. طب بالنسبة للتقييمات دي عبارة عن 15 سؤال، عندك كل مجموعة فيها 5 أسئلة ب 15 سؤال. طب 3 مجموعات وكل مجموعة 5 أسئلة، فالطالب لو ذاكر ال 15 سؤال دول كويس قوي بالإجابة بتاعتهم كأنه بالظبط ذاكر الدرس كله، فالأسئلة دي شاملة كل حاجة عن الدرس. طب نبدأ كده مع بعض بحل الأسئلة ديت زي ما قلت لكم 3 مجموعات. نبدأ بالمجموعة الأولى. طبعا زي ما قلت لكم يعني مش شرط المجموعة كلها بتجيلك في الامتحان، انت ممكن يجيلك أي سؤال منين من ال3 مجموعات دي. طب بالنسبة للمجموعة الأولى أول سؤال فيها بيقول لك، هتظهر معاكم دلوقتي. أيوة، أول سؤال بيقول لك اللي هي المجموعة الأولى، من خلال ملاحظتك للخريطة حدد في أي بلد إفريقي توجد الظاهرات الجغرافية الآتية. جبل طوبقال دي بيوجد في دولة المغرب، هضبة الشطوط في دولة الجزائر، منخفض الفيوم في دولة مصر، جبل الكاب في جنوب أفريقيا، واحد الجوف في دولة ليبيا. السؤال الثاني، حدد العلاقة بين الأخدود الإفريقي وجبال البحر الأحمر. هنقول إن جبال البحر الأحمر يعد جزء من الأخدود الإفريقي العظيم. رقم 3 بما تفسر تمتاز هضبة الحبشة بخصوبة تربتها بسبب الطفوح البركانية. طب رقم 4 ما النتائج المترتبة على الثورانات البركانية أدت إلى تكون جبال وهضاب وجزر بركانية. السؤال الخامس دلل على تتنوع مظاهر السطح فوق هضبة شمال أفريقيا. طبعا بسبب دي أدى إلى وجود مظاهر سطح مختلفة زي الصحاري مثل الصحراء الكبرى، والمنخفضات زي منخفض القطارة، والواحات زي واحد سيوة في مصر وواحد الجوف في ليبيا، والجبال زي جبل العويناء. دي بالنسبة للمجموعة الأولى. المجموعة التانية بيقول لك ما المقصود بالجبال البركانية مع ذكر مثال. هي الجبال التي كونت نتيجة الثورانات البركانية مثل جبل كينيا وكلمنجارو. رقم 2 حدد وجه الشبه والاختلاف بين هضبة البحيرات الاستوائية وهضبة الحبشة بالنسبة لنهر النيل. الاتنين طبعا منابع لنهر النيل. هضبة البحيرات الاستوائية الاختلاف بقى دي تعتبر منبع رئيس لنهر النيل، أما هضبة الحبشة المنبع الموسمي لنهر النيل. رقم 3 بما تفسر تعد هضبة اثيوبيا المنبع الموسمي لنهر النيل. طبعا منبع موسمي لنهر النيل ده بسبب عندنا سقوط الأمطار الصيفية. طب السؤال اللي بعده حدد لا السؤال اللي بعده بيقول لك ماذا كان يحدث لم تسقط الأمطار على هضبة البحيرات الاستوائية طوال العام، لم تعد المنبع الدائم لنهر النيل. حدد النتائج المترتبة على خصوبة التربة في هضبة الحبشة، دي ساعد على قيام الزراعة ودي بالتالي أدى إلى قيام الحضارة. آخر مجموعة، ما النتائج المترتبة على امتداد الأخدود الإفريقي في شرق القارة لمسافة 5600 كيلومتر تقريبا. طبعا أصبح يضم كل من البحر الأحمر وخليج عدن وخليج عقبة. بالنسبة بعد كده السؤال الثاني بما تفسر أهمية بحيرة فيكتوريا. طبعا بحيرة فيكتوريا أهميتها أنها تعتبر من أهم البحيرات العذبة اللي هي بتعتبر المنبع الرئيسي لنهر النيل. طب اللي هي موجودة عندنا في هضبة البحيرات الاستوائية. حدد الأثر الناتج عن وجود أعلى قمة جبلية في جبل كلمنجارو أصبح يغطيها الجليد. قارن بين كل من الجبال الالتوائية والانكسارية والبركانية من حيث اسم أعلى قمة جبلية في كل منهما مع ذكر مثال. طبعا الجبال البركانية أعلى قمة فيها جبل طوبقال اللي هي موجودة في جبال أطلس. عندنا كمان الجبال الانكسارية أعلى قمة فيها اللي هي جبال البحر الأحمر زي جبل شايب البنات. الجبال البركانية أعلى قمة جبلية جبل كلمنجارو. آخر سؤال حدد اسم الهضبة التي تعد مصر جزءا منها اللي هي هضبة شمال إفريقيا. كده حلنا معاكم التقييم الأسبوع الثالث. أتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.